الأجواء الشتوية دي مش محتاجة غير إنك تقومي تشغلي الفرن وتدفي البيت وتعملي لهم أحلى حاجة جنب كوباية الشاي لزوم السقسقة. هعملها معاكم كعب الغزال بكل بساطة وسهولة. ونبدأ على طول في المقادير بتاعتنا. معايا نص كوباية مية دافية، هنزل عليها بمعلقة كبيرة سكر ومعلقة صغيرة خميرة فورية، ونقلبهم ونسيبهم مع بعض علشان يتفاعلوا. واجيب هنا 3 كوبايات دقيق، عليهم نص معلقة صغيرة بيكنج باودر ورشة ملح، واقلبهم كويس. وابدأ انزل عليهم بنص كوباية سمنة على زيت، ونبدأ كده نبس الدقيق مع السمنة كويس قوي لحد ما يبقى مرمل بالشكل ده. وبعد كده هجيب الخليط اللي حضرناه مع بعض، خليط الخميرة، نبدأ ننزل عليه كده ونعجن العجينة مع بعض. وطبعا هتحتاج مية تاني فزودت نص كوباية. وأهم حاجة تنزلي بالمية واحدة واحدة، لأن الدقيق بيختلف من نوع للتاني. وتعجنيها بقى عجنة مظبوطة كده، وهغطيها وهسيبها حوالي ربع ساعة بس. وفي الوقت ده هتحضري العجوة. معايا عجوة حطيت عليها معلقتين سمنة وفكيتها كده على نار هادية جدا، وبعد كده عجنتهم مع بعض زي ما قلتلك. هعملها معاكم بطريقة بسيطة. فهجيب كيس تلاجة وافتحه، وهبدأ احط فيه قطعة من العجوة، وهقفل كده الجزء التاني من الكيس على العجوة، ونبدأ نفردها بالمبينة او البردلة بالشكل ده. هتلاقيها اتفردت معاكي بكل بساطة وسهولة، وهتسويها كمان كده. كده الحشوة جهزت. نجيب بقى العجينة بتاعتنا بعد ما عدى عليها ربع ساعة. هبدأ أقسمها كده نصين، وهاخد الجزء اللي قسمته هبدأ كده أبططه وافرده بالشكل ده. وهجيب المبينة برضو أو البردلة أو النشابة المتوفر عندكم، ونبدأ كده نفرد العجينة بسمك ما يكونش رقيق قوي، يعني يكون متوسط تمام. وبعد كده هجيب بقى العجوة اللي فردناها على الكيس، وهبدأ أحطها كده على العجينة وأشيل الكيس، بيتشال بكل بساطة وسهولة. ولو في حتة ناقصة عجوة، هبدأ برضو أعمل عجوة تاني على الكيس وأفردها، وأكمل كده لحد ما تبقى واخدة العجوة بالشكل الكامل بالطريقة دي. ونبدأ بقى نرولها بالشكل ده بكل بساطة وسهولة. وهقفل كده الحروف. واللهم صل على سيدنا محمد. ما بتاخدش اي وقت خالص، والشغل فيها بجد ممتع جدا. يعني هتتبسطوا وانتوا شغالين فيها. وتبدأي بالسكينة تقسميها لقطع قد بعض، وتظبطي كده كل قطعة. وبسم الله ما شاء الله بجد شكلها يجنن، لوحة فنية. وفي صينية مش مدهونة أي حاجة خالص هبدأ أرصهم فيها، وأسيب مسافة ما بينهم، وأسيبهم يخمروا حوالي ربع ساعة. وبعد كده على فرن سخن على درجة حرارة 180 أول 10 دقايق في الرف اللي في النص. وبعد كده بهدي النار وأشغل الشواية كمان على الهادي خالص، وأسيبهم كمان 10 دقايق. يطلع بالجمال والحلاوة دي، مقرمش وناعم ودايب دوب. لو عجبكم اعملولي لايك ومتابعة وقوليلي رأيكم.